عناوين الأخبار: الاحتفال بعيد الفطر المبارك في أديس أبابا وكافة أنحاء البلاد. رئيس الوزراء يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك ويدعوهم إلى الوحدة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدمها إليكم مافورك يوهنس. احتفل الإثيوبيون بعيد الفطر المبارك في أديس أبابا وجميع أنحاء البلاد بأداء الصلاة في الميادين العامة والشوارع. وخرج المسلمون إلى الميادين العامة في الصباح الباكر يكبرون الله. وشهد استاد أديس أبابا تجمعا غفيرا، حيث أدى مسلمو المدينة صلاة العيد فيه بحضور المفتي العام الحاج عمر إدريس ونائبة عمدة مدينة أديس أبابا أدانتش أبيبي. وقال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي المفتي العام الحاج عمر إدريس أنه من المهم على الأمن والاستقرار من أجل الحفاظ على الوطن وإكمال المشاريع التنموية، وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي الكبير. ودعا المفتي العام المسلمين إلى مواساة الأسر الفقيرة وتفقد الجيران حتى يصبحوا سعداء في هذا اليوم الميمون، مؤكدا أن مساعدة الجيران والمحتاجين وكبار السن وزيارة المرضى من بين القيم الإسلامية السامية. وقال أنه يود أن يشكر الحكومة الإثيوبية وخاصة إدارة مدينة أديس أبابا بتعاونها في جعل الاحتفال بالعيد بشكل سلس. ومن جانبها هنأت نائبة عمدة مدينة أديس أبابا أدانتش أبيبي المسلمين، ودعت إلى مواصلة الأعمال الصالحة التي كان يقوم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن البلاد ستواصل تعزيز التنمية التي بدأتها، مؤكدا أن الشعب الأثيوبي يخرج من الفقر بتحقيق التنمية ورفض الظلم والتعالي. تحدث الحضور في الاحتفال إلى كاميرا هيئة الإذاعة الإثيوبية وقالوا إن العيد هذه السنة مختلف، حيث جاء بعد إغلاق كورونا، وشهدت البلاد رمضانا حافلا بموائد الإفطار الجماعية في أنحاء مختلفة من البلاد. نتابع التقرير التالي. عيد الفطر هذا هو عيد يختلف عن الأعياد الأخرى. المسلمون يصومون 30 يوم، في هذه 30 يوم يأخذون درسا عن الجوع وعن العطش وعن الإحسان إلى الناس والفقراء والصدقة. وفي هذه الدرس يخرجون بهذه المناسبة بعد أن أعطى الله سبحانه وتعالى هذه الفضائل كلها، كما يقول الله تبارك وتعالى: أياما معدودات. أياما معدودات هذه 30 يوما، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والآن المسلمون بعد أن قضوا 30 يوم مع الله في فضائل وخيرات الرمضانية والروحات الإيمانية، يخرجون في هذا اليوم بالفرح والسرور، يشكرون الله سبحانه وتعالى، يكبرون ويهللون ليوصلوا إلى هذا العيد المبارك، عيد الفطر. بنور الإيمان ولو قدر ذر. الله أكبر الله أكبر. ونسأله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أن يرزقنا الجهاد الأكبر. الله أكبر الله أكبر. يقارنه الجهاد الأصغر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. عيد هذه السنة يختلف عن الأعياد السابقة. لماذا؟ لأن هناك تقارب وتعاون وتعايش، وخاصة ما قامت بها نائبة رئيس بلدية أديس أبابا في الاحتفال الجماعي في فندق سايق. جمعت هناك قادة المسلمين ورؤساء الأديان وجميعا في ذاك اليوم، فرحنا كثيرا وشاركنا في هذا الحفل. وهذا أيضا مما يجعله الأعياد الأخرى
سبق هناك إفطار جماعي في ميدان العيد. هذا الميدان الذي خرج إليه الآلاف ما يبلغ مليون مسلم، كما فطروا ناس الذين يعيشون على الشوارع إفطار قربانا يقولون له. فهذا مما يجعله يختلف هذا العيد عن الأعياد الأخرى. هذه السنة له ميزته الخاص. المسلمون في السنوات الماضية كان الكورونا يعني شوية فتتت، يعني الصلاة ما كانت مسموحة بهذه الحجم. اليوم شوية أن الشعب يعني أخذ يعني حذره وحضر الصلاة، وكما زي ما ترى المجموعة كثيرة ترى في السلام شائع بين المسلمين كلهم يعني على حب وأمل حتى يعيشوا بأمن وأمان ويقدموا عجلة التنمية، عجلة البناء والاقتصاد إلى الأمام، حتى تتصفى هذه الدولة بمسافة الدول الكبرى ما يمنعها، وخاصة بعد أن قاموا بإنشاء هذا السد العظيم الكبير ليس على مستوى إثيوبيا فحسب بل على مستوى أفريقيا، لأن توليد الكهرباء التي ينبعث من هذا السد يكفي مجتمع الأفريقي ليس مجتمع إثيوبيا فقط، وليس هناك تخوف ما يخاف بعض الدول. هذا السد هو سد نهضة تنموية لإثيوبيا ودول الجوار أيضا، وهذا الذي نحن نوصي المسلمين أن يكونوا على هذا المنهج وعلى هذا المسار في دعم مسيرة الأمن، مسيرة السلام، مسيرة المعيشة والتعاون والتعايش السلمي بين المجتمعات. الحمد لله. زي ما قلت أولا في هذه السنة خاصة المسلمون شارك التراويح وتهجد الصلاة مع أخذ الحذر المتعلق بالجائحة. اليوم شوية يعني فتحت المساجد وكثرت الجماعات، والمسلمون ما شاء الله على خير وتآلف وترابط. مشاهدينا الكرام، معنا الزميل مصطفى يونس الذي حضر المشهد في استاد أديس أبابا. أهلا بك أستاذ مصطفى. أخبرنا عن جو الاحتفال الذي كان في الاستاد. نعم، الجو كان يعني رائعا. أولا يعني لنبدأ من عيد الفطر. عيد الفطر من أحد الأعياد الكبرى التي يحتفل بها المسلمون على مستوى إثيوبيا وعلى مستوى العالم. عيد الفطر يأتي بعد صيام 30 يوما أو شهرا كاملا يقضون فيها المسلمون شهرا كاملا بالعبادات سواء كان صياما أو قياما. ولذلك هذا العيد كان من أبرز ويعني أكبر الأعياد لدى المسلمين، حيث يبدأ المسلمون الاحتفال بصلاة العيد، عيد الفطر، بداية من التهليل والتكبير التي تأتي بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر، ويأتون إلى الميادين التي يصلون فيها عموما واستاد أديس الكبير مهللين ومكبرين، وحشود كبيرة كانت هناك يعني توافدت إلى الاستاد أديس الكبير. وكان يعني تمت الاحتفالية أو فعاليات عيد الفطر لهذا العام، أي عام 1442 للهجرة أو عام 2000 الموافق لعام 2021 الميلادي. تمت الاحتفالية فيه بشكل بهيج جدا، حيث كانت فيه يعني شعارات أيضا يعني تتحدث عن التنمية على مستوى إثيوبيا، وكان أيضا يعني على مستوى المسلين أو المسلون حملوا لافتات أو شعار يتحدث عن الدعم سد النهضة، حيث قالوا السد سدنا، يعنون سد النهضة. وهذا شيء راعي، وهذا يجعل هذا العيد يختلف عن الأعياد التي كانت في السابق، وهذا يعني جو كان رائعا أيضا. وهناك كانت يعني أنا أريد أن أنبه إلى نقطة لا أريد أن أفوتها، هي ما يميز هذا العيد عن الأعياد الأخرى. يعني جاء هذا العيد بعد رمضان تمت فيه يعني فعاليات تاريخية، سواء كان هناك يعني إعداد إفطار جماعي في ميدان مسكل، وأيضا إدارة من قبل المجتمع الإسلامي في أديس، وأيضا إعداد مائدة إفطار للدبلوماسيين وللسفراء
سفراء الدول العالمية يعني والدول الإسلامية في فندق سكاي لايت. يعني أعدت هذه المائدة من قبل إدارة مدينة أديس أبابا، وهذا الشيء الذي يميزه. أيضا يعني كورونا ما زال موجودا، يعني يلقي بظلاله على يعني مشهد عيد الفطر، لكن لم يؤثر بالشكل التي أثر على حركات أو نشاط العيد كما كان يؤثر في الماضي. لم يؤثر هذه السنة. المسلمون بحذر قضوا يعني صلاة العيد بشكل بهيج مع يعني وجود تأثيرات كورونا. ما هي أبرز النقاط التي وردت في خطاب المسؤولين خلال كلمة العيد؟ نعم، هناك يعني مسؤولون يعني سواء كان يعني زعماء الأديان أو مسؤولون الإداريين لإدارة مدينة أديس أبابا، نائبة عمدة مدينة أديس أبابا يعني أدانة شابيبي إذا كانت هي موجودة. ولكن قبل ذلك تحدث رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لإدارة مدينة أديس أبابا الشيخ سلطان، تحدث عن أهمية يعني الاحتفال بهذا العيد بالطريقة التي يعني أوصاها الله سبحانه وتعالى وأوصاها نبيه، يعني من حيث يعني القيام بالأعمال الخيرية والأمور والأعمال الصالحات أو الأفعال الصالحات، يعني تقديم المساعدات والدعم للفقراء وما إلى ذلك. وأوصى أيضا أو هناك يعني نبه المسؤول في مجلس الشؤون الإسلامية مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ سلطان، نبه المسلمين على القيام بأنشطة تنموية. إذن هذه حضرت التركيز على الأنشطة التنموية والوحدة والسلام والتكاتف يعني الوئام وردت في خطاب كل المسؤولين. وأيضا تحدث رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفيدرالي المفتي حاجي إدريس، ركز على هذه النقاط وشدد عليها، ودعا المسلمين على تعزيز ويعني أنشطتهم التنموية كما كانوا، وخاصة دعم سد النهضة ودعم السلام والوحدة في إثيوبيا. وكذلك ونفس الشيء كان من قبل رئيسة نائبة عمدة مدينة أديس أبابا أدانة شابيبي، وأيضا هي تحدثت عن دور المسلمين في الوحدة وفي إحلال السلام والاستقرار في إثيوبيا ودعم سد النهضة. وأيضا طالبت المسلمين أن يواصلوا وأن يستمروا على هذا النهج وعلى هذا الدعم في المستقبل. وأيضا يعني كانت موجودة يعني كانت الانتخابات أيضا موجودة في خطاب المسؤولين، وخاصة نائبة عمدة مدينة أديس أبابا، حيث طالبت المسلمين بأن يعني يأخذوا البطاقة يعني للانتخاب ويأتوا إلى يعني أن تكون لديهم فعالية، أنشطة فعالة في هذه الانتخابات عموما. وكانت أيضا انتخابات حاضرة، لكن بعد فعاليات صلاة العيد عيد الفطر كان سد النهضة هو يعني كان له نصيب كبير جدا من الفعاليات التي تمت في استاد أديس الكبير. شكرا الزميل مصطفى يونس. شكرا. هنأ رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد الإثيوبيين المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، ووصف رئيس الوزراء شهر رمضان بأنه مناسبة خاصة يقتدي فيها المسلمون شهرا كاملا في الصيام والقيام ومزاولة الأعمال الصالحة. ودعا أبي أحمد المسلمين والمجتمع الإثيوبي إلى الوحدة امتثالا لتعاليم الإسلام وتآسي بالوحدة التي تظهر في العبادات التي نمارسها جميعا مثل الصلاة. وقال إن بلادنا إثيوبيا في هذا اليوم الذي تحتفل فيه بعيد الفطر تواجه تحديات أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الإثيوبيين يعلمون أن الطريق الذي سلكوه إلى الازدهار وعرة وشائكة، حيث أن هناك قوة تعترض الطريق وتجر للوراء وتضع العراقل لكي نسقط قبل أن نرى آمالنا. يأتي ذلك من خارج البلاد وداخلها، لكن هناك حقيقة واحدة لا يفهمها خصومنا: إن تاريخنا مليء بالنجاحات، وشاهدا على أننا لا نركع بالقوة ولا نخضع للرشوة، بل للحق والعدالة، ولا نخون الكرامة والمصالح الوطنية. وقال إن تحقيق الانتخابات واستكمال سد النهضة سيفتح لنا الباب أمام نجاح أكبر. وأكد رئيس الوزراء أن الانتخابات القادمة ستفتح صفحة جديدة من الديمقراطية، كما يعرف
كل إثيوبي وطني أن استكمال سد النهضة سيرسل لنا ضوءا هائلا من الازدهار. وتمنى رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد لجميع المسلمين عيدا سعيدا، وأوصى بمواساة الفقراء والمحتاجين. نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دمك مكونن برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي رسالته للتهنئة قال مكونن إن صيام رمضان الكريم له أهمية دينية خاصة للمؤمنين. قال إن شهر الصيام والصلاة كان فرصة جيدة لتقوية وحدة الإثيوبيين بمختلفها. وقال إن برامج موائد الإفطار التي تم تنظيمها في أوقات مختلفة في أنحاء مفترقة من البلاد أظهرت الأخوة بين الإثيوبيين. وقال إننا بحاجة إلى الوحدة والشراكة أكثر من أي وقت مضى، وأن يكون شعبنا آمنا وموحدا ومزدهرا. وأشار إلى أن مسؤوليتنا الأساسية هي تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين والنازحين، ودعا الشعب الإثيوبي إلى مواصلة مواساة بعضهم البعض الذي كان يقوم به خلال شهر رمضان الكريم. وجه رؤساء الولايات الإثيوبية رسالة تهنئة إلى مسلمي إثيوبيا بأسره بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال رئيس ولاية أوروميا السيد شمالس عبديسا في رسالته أن على المسلمين أن يواصلوا روح التعاون والتعايش والتكاتف الذي أظهروه خلال شهر رمضان المبارك. كما دعا رئيس ولاية شعوب جنوب البلاد رستو يرداو في رسالته دور العبادات إلى مواصلة مساهمتها البناء في تنمية روح التضامن والأخوة للشعب الإثيوبي. ومن جهته حث رئيس ولاية سيدام الوطنية دستا ليدامو مسلمي إثيوبيا على اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار كوفيد-19 أثناء الاحتفال بعيد الفطر. ومن جانبه حث رئيس ولاية عفار الوطنية الإقليمية أول أرباء أوندي الجالية المسلمية على مواصلة بذل المزيد من الأعمال الصالحة خلال شهر رمضان المبارك. شهدت مدينة أديس أبابا أكبر وأطول مائدة إفطار شوارع في آخر ليالي شهر رمضان بحضور عشرات الآلاف من المسلمين بميدان الصليب وسط المدينة. لمزيد من التفاصيل رحمة محمد لديها المزيد. شهدت العاصمة أديس أبابا يوم أمس 29 من رمضان حفل إفطار جماعي كبير، هو يعتبر الأول من نوعه في البلاد، وتم إقامته في ميدان الصليب الكبير ميدان الثورة الذي يقع في وسط العاصمة أديس أبابا. وجاء الحفل الآلاف من المسلمين، وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المفتي حج عمر إدريس، ألقى فيها كلمة عبر فيها عن سعادته بهذا اليوم العظيم، وتمنى للجميع السلام والأمن والأمان، مختتما بدعوة لوحدة المسلمين. سيسجل في جينيس بوك أن احنا قمنا إفطار ل 15,000 بني آدم، أن احنا ننتظر 15,000 بني آدم. هدف البرنامج أن احنا بلد نجاشي حقيقة، أن احنا في إثيوبيا بلد النجاشي اللي فيه تعايش سلمي. هذا يسمى ايش اسمه؟ مسكل سكوير، ميدان الصليب. في ميدان الصليب المسلمين يقومون صلاة المغرب الآن تشوفي، والآن سيفطر المسلمين أكثر من 15,000 بني آدم. هذا ما يكفينا، هذا هدف سامي، هدف كبير. نحن نوجد في مكان مسقل الدبابة، يقولها مسقل الدبابة، وهذا مكان أوسط في مدينة أديس أبابا. وكما تعرف مدينة أديس أبابا هي مدينة وعاصمة الأفريقية، وهذا البرنامج نحن نصدق، وهذا الإفطار يحتفل به يعني
نظمت هذا الإفطار الجماعي منظمة النجاشي لرعاية المحتاجين وحلال بروموشن بحضور الآلاف من مسلمي أثيوبيا احتفالا بهذا اليوم العظيم التاريخي. فالحفل طغت فيه هتافات الفرح والبهجة وامتزجت بالأناشيد الداعية إلى وحدة المسلمين ووقوفهم في صف واحد. كان لسد النهضة حضور قوي حيث رفع المسلمون هواتفهم للتبرعات عن طريق خدمة الرسائل ورفعوا شعارات تؤكد أن هذا المشروع وطني، وكما قال أحد المشاركين بأن الجميع سيسعى لتحقيق هذا الحلم. طبعا نحن نتواجد هنا في ساحة الثورة. الجميع سمع بما جرى والآن تمت هناك مراجعة، ونحن نتواجد في هذه الأجواء المشحونة بالأجواء الرمضانية. فالمسلمون الإثيوبيون يقولون للعالم من هذا المكان أننا سوف نحطم الرقم القياسي التي أقدمت عليه جمهورية مصر العربية في السنة الماضية، حيث أفطر حوالي 5000 في إحدى ميدان القاهرة. والآن ترون هذه الجموع الغفيرة يقدرون بحوالي 10,000 أو يقدرون بأكثر من 20,000، ولسه وقت الفطور ما وصل. وبحمد الله تعالى نحن نقول هنا للأثيوبيين وللعالم أجمع أننا سنتوحد، أننا موحدون، وأننا سنبني سدنا ونكمل مشروعنا، وأثيوبيا بإذن الله تتخطى هذه التحديات التي تمر بها بالضرورة كل الدولة مقبلة على النهضة والتقدم. إفطار جماعي في العاصمة أديس أبابا في ميدان الثورة، كان إفطارا يعني يضم الكثير من الناس، يتجاوز العدد ما فوق 10,000. هذا العدد نتمنى أنه قد يفوق أكثر من 10,000 أيضا، وحطم الرقم القياسي الذي حققته جمهورية مصر ب7,000 في أفريقيا. واليوم نحن سجلنا هذا الرقم الكبير من حشود كثيرة من الناس أقيمت فيه الإفطار، وكانت هناك برامج مثل ما رأيتم، برامج إنشاد وغيرها. ثم انتقلنا إلى صلاة المغرب الذي ضم الكثير من الناس رجالا ونساء. ويعني عندما نرى هذا المشهد نقول أنه لم يبقى أحد في بيته، كان برنامجا كبيرا جدا وحقق الهدف الذي كان يطمح إليه. ونتمنى لكم عيدا مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. كنت معكم في إعداد هذا التقرير رحمة محمد. قال وزير المياه والري السوداني الأسبق الدكتور عثمان التوم في مقابلة خاصة في برامج ديالوج هوريزون على التلفزيون السوداني إن زيارة المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فليتمان مؤشر خيرا بعد إدارة الرئيس الأسبق الأمريكي دونالد ترامب. وتعليقا لما قاله المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فليتمان إن إثيوبيا لها حق في توليد الكهرباء وتطوير مواردها المائية، وكما يحق للسودان أن تحصل على المعلومات فيما يخص بسد النهضة. قال عثمان التوم إن هذا ما يطلبه السودان منذ بناء السد. وقال الوزير إن ما جاء في تصريحات المبعوث الأمريكي عن سد النهضة كان إيجابي ويصب في مصلحة السودان. According to the study done by the Bureau of Reclamation, the American Bureau of Reclamation, there are 4 sites for hydropower generation. إنه طبقا للدراسات الأمريكية في عام 1964 يمكن بناء 4 سدود على نهر أباي أي النيل الأزرق بالإضافة إلى سد النهضة. أن السودان أجرى دراسة متزامنة مع الدراسة الأمريكية، وكانت مصر حينها تبني السد العالي، وكانت الدراسة تربط بين الاثنين. كما أجرى المهندس سنوري زين بعض الدراسات مع فريق من الخبراء، وكنت أنا عضو من الفريق. وخلصت الدراسة بأن جميع السدود التي تبنى في إثيوبيا لها فوائد كبيرة للسودان، علاوة على ذلك تنظم تدفق المياه في النيل الأزرق وتتصدى للفيضانات. وبعد الانتهاء من بناء سد النهضة سيكون تدفق مياه النيل الأزرق منتظم، حيث يصل التدفق اليومي للمياه 130 مليار متر مكعب يوميا، وذلك يمكن سدود السودان في زيادة الإنتاج الكهربائي، وذلك ينطبق على السد العالي في أسوان، ولا حاجة لتخزين مياه خلف السدود.
مشاهدينا الكرام، قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين. الاحتفال بعيد الفطر المبارك في أديس أبابا وكافة أنحاء البلاد. رئيس الوزراء يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك ويدعوهم إلى الوحدة. مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم أفورك يوهانس، وإلى اللقاء.